صباح الخير يا خواجه ليفي. ايه مالك؟ لا سلامتك يا سعاده البيه. نمت الليله؟ لا. ليه لا؟ اصل بصراحه مش متعود على الامان. ما تخلصني بقى يا بيه. تخلصك من ايه؟ ما هو سعادتك اللي هتقول لي. شوف يا ليفي. لا هو ايه اللي لا؟ بصراحه بقى الحكايه دي مش داخله دماغي خالص. حكايه ايه؟ حكايه يا سعاده البيه اعمل معروف، اعمل معروف. هدي اعصابك شويه. انا مش عاوز اهدى، انا مش عاوز اهدى، انا عاوز افهم. عايز تفهم ايه؟ يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، الله لا يسيئك. ما تبقاش انت والزمن عليا، انا تعبت قوي. عارف؟ لا مش عارف والله، ما تعرف اي حاجه. انت ما تعرفش انا شفت ايه وتعذبت ازاي، والدنيا لطمتني قد ايه. يا فندم، يا فندم، انا لسه ما كملتش 26 سنه، لكن شفت اللي ما شافوش 10 رجاله كل واحد فيهم عاش 100 سنه. ثم ايه؟ ثم ان حضرتك اكرمتني، خرجتني من السجن وجبت لي اكل واديتني فلوس، وانا بصراحه بقى عمري ما اتعودت اعض الايد اللي بتتمدلي، ولا حتى عمري عضيت الايد اللي بتضربني. وعلى فكره بقى يا محسن بيه، انا كان ممكن اهرب منك امبارح. تهرب؟ ايوه اهرب واحنا واقفين في طريق مصر الجديده بالعربيه كان ممكن افتح الباب واجري. مش كان ممكن، بس انا فكرت فعلا في الهرب. ما تبتسمليش قوي كده يعني، ما تبتسمش قوي، سعادتك لسه ما تعرفنيش. بلاش دي. 3 بالله العظيم 3، انا لو كنت دريت ما كان ممكن تحصلني حتى لو كان ليك 10 رجلين. طب وما هربتش ليه؟ مش عارف ولغايه دلوقتي مش عارف ليه. يا محسن بيه، يا محسن بيه، الله لا يسيئك، فهمني بقى ايه الحكايه. ما انت هتفهم. امتى هفهم؟ كله في وقته. اذا كان سعادتك عايز تعرف اي حاجه عن اليهود انا مستعد اجيب. مش عايز منك دلوقتي غير حاجتين 2 بس. ايه هما؟ اول حاجه انك تطمن تماما. يعني تك على زرار كده يطمني؟ لا، انك تثق فيا. اثق فيك يعني من باب للطاقه كده، ولا عشان خاطر غدا 10 جنيه؟ ليفي تاني؟ هي دي بقى الحاجه التانيه اللي انا عايزها منك. حاجه ايه؟ انك تنسى حكايه رأفت الهجان دي نهائي. شفت بقى؟ ايه مالك؟ سعادتك طلبت مني الحقيقه قلتها، وبرغم من كده ما انتش مصدقني. مين اللي قال؟ ما انت سعادتك لسه بتقول لي انسى حكايه. يعني سعادتك مصدقني؟ بكل تاكيد. طب ليه؟ وليه ما صدقكش؟ لانك زيك زي غيرك، زيك زي كل الكره الارضيه، زيك زي بقيه الناس. وانا بعاملك زي بقيه الناس؟ طب ليه؟ وليه لا؟ الملف بتاعي. تاني ملف؟ المصايب اللي على دماغي، التهم اللي ضدي، الاسامي اللي سعادتك سمعتها، جوازات السفر. ايوه مالها الحاجات دي كلها؟ ايه اللي مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ واعمل فيها ايه؟ يعني ايه ده بقى؟ اولا انت من النهارده مالكش ملف نهائي. والتهم؟ ولا فيش تهم. محسن بايه؟ انت من النهارده صاغ سليم. يا حلاوه. شوف يا ليفي، انت من دلوقتي زيك زي اي مواطن شريف. الفرق بين الماضي وبين دلوقتي بس هو انك بقيت ليفي كوهين، وانت وشطارتك بقى. شطارتي؟ يعني عايزين نملى الملف الجديد. اذا كان كده انا تحت امر سعادتك، بس بشرط. ايه هو؟ انك يعني سعادتك في يوم من الايام تبقى تفهمني بس ايه الحكايه. اكيد هفهمك. ودلوقتي بقى سعادتك عاوز مني ايه بالظبط؟ عايز اعرف حكايتك من اولها وبالتفصيل.
هتصدقني؟ اصدقك. شوف يا سيدي، انا اسمي رأفت علي سليمان الهجان. ابويا الله يرحمه هو الاستاذ علي سليمان الهجان، كان ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. مرات بابا الله يرحمها ماتت وسابت له اخواتي الثلاثة، عادل وسليم ومحمود الهجان. كانوا صغيرين. اضطر والدي الله يرحمه انه يتجوز والدتي علشان تساعده في تربيتهم، وخلفني انا وشريفه. شريفه اختي، هي الوحيده اللي اصغر مني. شريفه دي اصلها اخر العنقود. انا كنت متدلع صحيح، لان والدي الله يرحمه كان بيحبني قوي، وكان بيوصي اخواتي عليا، خصوصا بعد ما ماتت والدتي. كان عندي 5 سنين، وشريفه اختي كان عندها 3 سنين. انا كنت متدلع صحيح، لكن ما كنتش فسدان.